منين غادي تسالي هاد لا فيديو غادي تحتاج واحد ولماس ولا فيوت سونيك، لان هاد الفيديو مدغوم بالمعلومات والافكار اللي غادي تحتاج. اذا عندك شي غرض سير قضيه ومن بعد تفرج هاد لا فيديو على خاطرك، ولكن اذا راك مسالي دابا دير واحد القهوه وتفرج في هاد لا فيديو حتى التالي، لان المعلومات اللي كاينه في هاد لا فيديو تقدر تبدل لك حياتك وتفتح لك واحد البيبان عمرك ما كنت كتخيل. بغيتك تعرف انه كاين 10 ديال المهارات الاساسيه اللي خاصك تعلمهم في 2025 واللي ممكن واكيد انهم غادي يفتحوا لك واحد البيبان عمرك كنت كتخيل. المهاره رقم واحد اللي خاصك تتعلم يا صديقي هذا العام هي اللغه الانجليزيه. لكن كاين واحد المشكل دابا بكثره المصادر وبكثره التطبيقات، المتعلم تخربط وما قدرش يعرف شنو غادي يتبع، شنو هي احسن طريقه باش يتعلم اللغه الانجليزيه. خليني نعطيك جوج ديال النصائح ما غاديش تحتاج شي حاجه من غيرها. كيف ما كنت وفين ما كنت ما كانوا الظروف ديالك وعندك ولو 5% رغبه في تعلم اللغه الانجليزيه، اول حاجه غادي تحتاج هي انك تحدد الهدف ديالك. خاصني نعرف علاش بغيت نتعلم اللغه الانجليزيه، واش من اجل الهجره او باش نطور الخدمه ديالي ونوصل لشي ترقيه معينه، او من اجل الدراسه. فاش يكون الهدف ديال التعلم ديال اللغه الانجليزيه واضح بالنسبه لي، فمباشره اسهل طريقه ديال تعلم اللغه الانجليزيه غادي تبان للراس. اغلب التطبيقات والمواقع اللي كاينين حاليا كتخدم بطريقه تدريس EFL، يعني English as a Foreign Language. وهذه الطريقه صالحه للتلاميذ في المؤسسات والطلاب في المؤسسات التعليميه الى غير ذلك. بينما المتعلم اللي عنده هدف خاص في تعلم اللغه الانجليزيه يحتاج طريقه تدريس ESP، يعني English for Specific Purpose. ESP هي انني من نفس الحاجه مثلا من نفس الخضره نقدر نخرج 3 ديال الانواع مختلفه ديال الماكله او ديال الوجبات. نقدر مثلا ندير مثلا من نفس الخضر ندير سوب او حساء بالنسبه لشي واحد مثلا ما يقدرش ينضغ ما عندوش سنينات. نقدر مثلا ندير سلطه بالنسبه لشي واحد مثلا عنده متبع دايت. ونقدر مثلا بنفس الخضره ندير شي طاجين لشي واحد غلاق. هذه هي ESP، يعني من نفس الحاجه نقدر نخرج 3 ديال الاشياء مختلفه حسب الهدف او حسب البروفيل ديال كل متعلم. بما انه كنهضروا على الخضار والماكله الى غير ذلك، ما فيها باس نكملوا النصيحه ديالنا هنايا في الطبيعه. بغيت نوريكم شويه الاجواء هنا، ولكن كاين شويه الهجاج، اعتذر. المواقع اللي كاينه حاليا ديال تعلم اللغه الانجليزيه كتعطي لجميع المتعلمين نفس الدروس، ما كتاخذش بعين الاعتبار المستوى الدراسي لو نيفو ديال اللغه الانجليزيه ديال كل واحد، وما كتاخذش بعين الاعتبار الهدف ديال التعلم ديال كل متعلم. دونك النصيحه تاع الطريقه ديال التعلم ديالي خصها تكون بازي ونستخدم فيها ESP، يعني غادي نعطي اولويه للهدف ديالي. كاين واحد الموقع خدامين عليه دابا حاليا سميتو speaky.info. الموقع خدام ب ESP ميثود. الموقع كيعطيك درس خاص بيك سبيسيفيك وبيرسوناليزد على حسب الليرنين جول ديال المتعلم. التسجيل فيه سهل، فقط كتدخل الموقع كتسجل بالجيميل ديالك وكتعمر لو بروفيل، كدير الاسم ديالك، السن، المستوى الدراسي، المهنه، ثم المستوى ديالك في اللغه الانجليزيه، واهم حاجه هي الهدف ديالك في التعلم. الموقع كياخذ بعين الاعتبار لو بروفيل ديالك وكيعطيك واحد الدرس خاص. حاليا كنعطيو فقط درس مكثف وسريع ديال تعلم الانجليزيه في 7 ايام فقط. احنا مازال خدامين على الموقع. المتعلمين الالف الاولى اللي انتريسي بتعلم اللغه الانجليزيه اللي غادي يسجلوا في لو سيت دابا في هذه المرحله التجريبيه، غادي يبقى لهم الاشتراك الشهري او السنوي مجانا. الموقع مازال حاليا في الفتره التجريبيه، دونك خليونا الراي ديالكم، شنو الامور اللي عجبوكم، كيفاش جاتكم التجربه ديال التعلم، شنو الامور اللي خاصنا مازال نخدموا عليها. خليكم تكملوا لا فيديو. المهاره رقم 2 هي البرومبت انجينيرينغ. دابا العالم كامل كيتمشى بالاي بالذكاء الاصطناعي، وباش ناخذ النتائج اللي بغيت بالضبط من الذكاء الاصطناعي فضروري خصني يكون كنضبط اللغه اللي كيتحدثها الذكاء الاصطناعي بمثابه البرومبت انجينيرينغ او كتابه الاوامر. دابا الوقيته ديال المباريات ولي كونكور غادي نشوفوا المثال. احمد وابراهيم بجوج بغاو يدفعوا نفس العمل. احمد غادي يكتب يعطيني عمل لمنصب استاذ انجليزيه، بينما ابراهيم غادي يكتب يعطيني طلب عمل لمنصب استاذ انجليزيه في مؤسسه خاصه في مدينه وجده.
الطلب يجب أن يكون جذاب للعين، فيه أكبر قدر من المعلومات لكي تضمن حصولي على النصيب، لكن يجب أن يكون مختصر. نخليو هذا المثال ديال ابراهيم احمد من بعد ورجعوا لهم، ولكن نقولوا لنا شكون في نظركم غادي يكون عنده طلب عمل احترافي وفرص اكبر في الحصول على عمل. سكيل نمبر 3 او المهاره رقم 3 هي صناعه المحتوى. خص يكون عندي واحد الحضور او واحد المحتوى اللي يعطيني اولويه، يعطيني واحد الامتياز عن الاخرين. مثلا انت غادي تبارطاجي صوره على اي حال، فبلاصه ما انني نفكر كيفاش غادي نجيب الاعجابات، نفكر كيفاش هذاك الصور او هذوك المحتوى كنبارطاجي كيفاش غادي يقدر ينفعني ويعاونني باش نوصل للهدف ديالي، سواء كان لغه، عمل الى غير ذلك. نبارطاجي معلومات اللي تقدر تفيدني انا ويستافدوا وحدين اخرين في هذا العمل المستمر وبهذا العمل البسيط. غادي نكبر واحد لا كوميونيتي كبيره وغادي تفتحوا بيبان عمرك ما كنت كتخيلها. نعطيك مثال عليا انا خديت الباك ديالي في سنه 2013 ودرت الجامعه شعبه الدراسات الانجليزيه، ولقيت انه كاين بزاف ديال الطلبه اللي عندهم هاد انا كان عندي هذا المشكل، وبزاف ديال الطلبه المشكل ديال فهم الدروس ديال لي موديول، كيفاش غادي نفاليدي لي سوميستر. كان مشكل كبير كيفاش واحد يلاه خرج من الباك يفاليدي دي موديول في لافاك. فقررت انني ندير فيديوهات على الانترنت نشرح فيهم الطلبه، في نفس الوقت انا كنعاون راسي باش يعني باش نفاليدي الامتحان، وكان بارطاجي هذوك لي تكنيك ديال البريباراسيون، لي تكنيك كيفاش غادي تفاليدي لي موديل، شنو هي الطريقه المناسبه لكل موديل. كنت كنبارطاجيها مع الطلبه على شكل دي الفيديوهات اللي كنت كندير من سنه 2015 هما اللي خلاو العديد من المؤسسات التعليميه الخاصه يتواصلوا معايا، وخلاو اكثر من 1000 طالب في المغرب يتواصلوا معايا ويتسجلوا معايا في الدروس في الحصص ديالي بين 2014 و 2017. العمل اللي بديته فقط كهوايه وكشغف وكحب لاني نوصل لرقم فيه 4 ديال الاصفار وفي المغرب وعن بعد وغير من الدار. سكيل نمبر 4 او المهاره الرابعه هي الفوتو اديتين. ضروري خاص يكون عندك معرفه باساسيات التصوير، لانك غادي تحتاجها سواء في صناعه المحتوى او في العمل او في الدراسه ديالك او في العروض الى غير ذلك. مثلا بغيت تدفع لشي خدمه وطلبوا لك سيفي، ضروري خصك تعرف كيفاش غادي تاخذ تصور صوره، كيفاش غادي مثلا غادي تقطع هذيك الصوره، كيفاش غادي تاجوتيها في السيفي ديالك في السيره الذاتيه الى غير ذلك. مثلا عندك بريزونطاسيون، ضروري خصك تعرف كيفاش تزيد مثلا شي صور في العرض ديالك. كاين اساسيات اخرى لازم نعرفوها، مثلا ازاله الخلفيه، كيفاش نحيد الخلفيه من شي صوره، كيفاش نضيف تكست على شي صوره. كاين مقاسات خاصه لكل صوره معينه خصني نكون عارفهم. نبارطاجي معاك لتحت 3 ديال المواقع مجانيه سهله تقدر تخدم بها بالتليفون، اللي غادي تقدر تنفعك في 90% الا ماشي 100% ديال جميع الامور المتعلقه بالتصوير بالفوتو ايديتين الى غير ذلك. دابا كتدخل الانترنت كتلقى العديد من الفيديوهات. دي فيديو اذا كان مخدوم مزيان فراه غادي يبيع لك المنتوج او يبيع لك الخدمه ديالك. كدير فيديو واحد مزيان وهذاك الفيديو كيبقى يخدم عليك طيله الحياه. وهذه هي المهاره رقم 5 اللي بغيتكم تخدموا عليها. غادي نعطيك احسن اداه ديال المونتاج اللي مجانيه وتقدر تخدم بها في الماك وفي الويندوز ديالك او اي هاتف كما كان. هذه الاداه هي كاب وبرنامج خفيف في التحميل ديالو، ولكن كيدير 90% ديال الخدمه ديال عمالقه المونتاج اللي هما ادوبي بريمير برو وفاينل كات. هاد اللوجيسيال تقريبا فيه كل شيء مجاني، بعض الخصائص اللي فيه خصك تخلص فلوس، ولكن غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش غادي نستعملوا الموقع ويبقاو لنا هاد الخصائص بشكل مجاني. مثلا غادي نخدموا الايديتين بكاب كات لانه كما قلت لكم خفيف بزاف وغادي يساعدكم في الخدمه. وهذوك مثلا الموسيقى والمؤثرات غادي نتيليجارجيهم من بلاصه اخرى غادي نستعملهم في كاب كات، وهكا غادي تطلع لي الخدمه احترافيه وبزيرو درهم. المواقع اللي تقدروا تيليشارجيو منهم هاد لي زيفي المؤثرات الصوتيه والمؤثرات البصريه غادي تلقاوهم في ليان اسفل الفيديو.
كان هذا الجزء الاول ديال 10 ديال المهارات اللي خاصك تعلم في 2025. الجزء الثاني ان شاء الله غادي نكملوا فيه 5 ديال المهارات الاخرين اللي باقيين. اللي انتريسي وعنده رغبه انه يبدا ياخذ واحد ل 20% او 30% او 40% في وحده من هذه المهارات اللي ذكرنا في هذا الفيديو، راه كاين واحد لو فورمولير، واحد الاستماره اسفل لا فيديو، عمروها وخليو المعلومات الشخصيه ديالكم وحنا غادي نتواصلوا معكم ان شاء الله. كل واحد نصيفطوا له دروس، نصيفطوا له دي PDF، ربما تكون حصص توجيهيه واستشاريه مع كل واحد باش ديفلوبي وحده من هاد المهارات اللي هضرنا عليهم، وغادي نكون ديسپونيبل باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم. كان معكم تيتشر امين، سي يو ان بارت 2.